إدارة جيدة، والمسؤولين هنا واضح إنهم بيقوموا بدور إيجابي. ده اللي أنا شايفاه قدامي وشايفاه وسامعاه وحاساه. وأهم حاجة عندي أنا الحاجة لما بتوصلي من جوه دي بتبقى بالنسبة لي أحسن من أي حاجة. يعني لما يقولوا لي إن الطلاب دول كويسين مش زي ما أشوف، صح؟ لكن أنا شفتكم طلاب ملتزمين ما شاء الله عليكم، وأنا إن شاء الله لو في أي ندوة تاني أنا أحب إن أنا أجيلكم، وبشكركم شكر كبير جدا. طبعا احنا بنرد التحية وبرضه إدارة مدرسة زيتون، معلمي مدرسة زيتون، ولادنا طلاب مدرسة زيتون، بيحيي الدكتورة سالم محمود سامي، أستاذة علم اجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، نفس الجامعة اللي أنا اتخرجت منها، وأنا برضه كنت في كلية الآداب بس كنت لغة عربية. وطبعا بنشكر الأستاذ علاء التوخي موجه أول الخدمة الاجتماعية بالإدارة، والسادة الزملاء جميعا سواء كانوا في المدرسة أو خارج الإدارة. فإحنا بنوجه لهم كلهم التحية والشكر إن هم ادونا الفرصة إن إحنا نظهر بهذا المنظر الجميل. وطبعا في أولياء أمور عرفوا الكلام دوت من مجلس الأمناء والمسؤول عن مجلس الأمناء بسرعة ساب شغله واستأذن وجه حضر معانا النهارده الندوة. فتحية طيبة لنموذج من أولياء الأمور المحترمين. شكرا أستاذ. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النهارده سعيد جدا ومش قادر أوصف مدى السعادة اللي أنا فيها إن أنا أجي مدرسة الزيتون الإعدادية اللي كان بيقال عليها حاجات كتير مش حلوة، وجيت النهارده طبعا بناء على الاتصال المهندس محمد صلاح نائب الآباء، الأستاذ سامي طبعا اتصل بيا، وأنا كنت حريص جدا إن أنا أجي الندوة الجميلة، وسعدت جدا بوجود الدكتورة ووجود النماذج من الأولاد ومدى أهمية المناقشات اللي بتتم وأهمية الموضوعات نفسها اللي احنا النهارده. انا كولي امر مش بعيدا عن السياسه، كولي امر يهمني جدا ان ابني يحفظ او يعرف ازاي يتعامل وازاي يشوف الحاجات اللي تم مناقشتها النهارده في الندوه. حاجه جميله. بشكر الاستاذ سامي كمدير المدرسه، وفعلا في تغيير وفي تطور كبير قوي المدرسه. شاكر لحضوركم طبعا، ونتمنى دايما زي ما حضرتك انت يا دكتور قلتي ان انت تسعدي ان انت تتواجدي هنا. احنا برضك سعيدين بوجودك، ودايما يا رب المزيد بالمزيد. طبعا احنا قلنا برحب بكل، واهم شيء صاحب الدار اللي هم قسم المكتبات الاستاذه نزهه والاستاذه منال اللي هم هيجوا الجو الجميل ده. اولا بنشكر الساده الحضور، طلبه اخصائيين اجتماعيين اللي قاموا بتنظيم الندوه، زمايلنا الاخصائيين الاجتماعيين خدوا جهد كبير قوي عشان ينظموا لنا الندوه، المكتبه في تنظيم المكان، والاخصائيين الاجتماعيين في اعداد الطلاب. لا نغفل جهدهم ولا نغفل جهد الاستاذ سامي في هذا التنظيم، ولا نغفل حضوركم الجيد واستماعكم الجيد للندوه. مره ثانيه بشكر اخصائيين اجتماعيين في المدرسه واخصائيين اجتماعيين مكتب الخدمه الاجتماعيه المدرسيه على مستوى الاداره اللي قاموا بالاتصالات عشان ننفذ هذه الندوه في هذا المكان معاكم. مره ثانيه شكر للجميع، شكر خاص للدكتوره سامي على حضورها، ونتمنى تكون معانا دائما في ندواتنا ان شاء الله اللي هتتنظم في مدارس ثانيه بنفس النظام وبنفس الاسلوب. اهلا بكم جميعا. الاستاذه سالي في كلمه اخيره هتقولها لنا.